لله. الله أكبر ما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأصفر. الله أكبر ما هلل المسلم وكبر. الله أكبر ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأصفر. الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر. الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل لنا الصيام والقيام ويسر. نحمده تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والتدبير، وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وزكى وحج واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أهل العيد، هنيئا لكم العيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله من الجميع صالح القول والعمل. يا أهل العيد، ديننا الإسلامي منهج حياة، فلا يوجد خير إلا وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ولا شر إلا نهانا عنه. ومن أعظم ما جاء به هذا والزهر مزدهر يلقي بأنفاسي. بشراكم بشراكم يا أهل العيد بالفوز بمغفرة الله ورضوانه. فلمن صمتم يا عباد الله؟ ألم تصوموا احتسابا لله عز وجل؟ فها هو حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف إلينا بشائر الغفران، فيقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لمن صففتم الأقدام قياما كل ليلة، ألم تقوموا احتسابا لله عز وجل؟ فها هو الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يزف إلينا بشائر الغفران، فيقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبشراكم يا عباد الله بالفوز بمحبة الله. استشعروا هذه البشارة القرآنية. ربنا الكريم يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال أحد الصالحين: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وبشراكم يا عباد الله بالفوز بجنة الله التي تزينت لكم في ليالي رمضان. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أيها الإخوة والأخوات، قضيتم شهرا كاملا من الأفراح، فللصائم في كل يوم فرحة أو فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يا عباد الله يحلم بالفرحة الثانية التي أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وفرحة عند لقاء ربه. نطمع أن نفرح يوم القيامة عندما يكشف لنا ما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة، ونحن نتذكر قول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونطمع أن نفرح بالفوز بلقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم. قال ربنا سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مع هؤلاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، العيد فرصة عظيمة لنبث الحب إلى كل من نعاشر. ها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف أن زوجته هي أحب مخلوق إليه دون أن يتردد أو يشعر بالخجل، ليعلمنا ويعلم الأمة بأكملها أن المشاعر لا حياء ولا خجل في كشف اللثام عنها. إن الحب في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مكان يحده ولا زمان ينتهي، بل حتى لو مات الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فخفقان القلب بحبه لا ينتهي. ها هو يخبر عائشة رضي الله عنها عن حبه لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي في قبرها، فيقول: يا عائشة، إني رزقت حبها. إن الحب في ميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق رباني وهبة إلهية تستوهب ممن بيده مفاتيح القلوب. إن تجارة الحب تجارة سوقها وميدانها سويدان القلب. وها هو عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبه فأحبه. وها هو عليه الصلاة والسلام يوم خيبر يحول صفية رضي الله عنها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تركب. يا الله، ما هذه العظمة، ما هذا الرسول العظيم. رسول الله خير من مشى على الأرض وأحب الخلق إلى الله، يجلس على الأرض ويثني ركبته، وتضع صفية زوجته رضي الله عنها رجلها على ركبته لتصعد على ظهر الجمل أمام أعين الصحابة. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا فعل أمام أعين الصحابة؟ إنها رسائل يبثها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل زوج تنبض بالحب والرحمة والإجلال والتقدير والتواضع والقرب الروح والجسد.
وها هو عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نستجذب قلوب الأبناء. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقام إليها سيدنا وحبيبنا رسول الله فقبلها وأجلسها في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه. يا الله، ما هذه الأحاسيس التي تخرج في قلب فاطمة رضي الله عنها؟ كم تتمنى أن تزور أباها وتلقاه. أحبتي الكرام، يا أحبتي الكرام، لماذا نحرم أهلنا هذه المشاعر؟ لماذا نحرم أبناءنا وبناتنا هذه الأشاعر؟ قل لي يا عبد الله، هل جربت التعبير عن الحب مع زوجتك؟ هل جربت التعبير عن الحب مع أبنائك وبناتك؟ قل لي، ما هي آخر مرة قبلت فيها ابنتك أو ابنك وضممته إلى صدرك؟ ما هي آخر مرة أذقت أبنائك وبناتك حنانك وعطفك وحبك؟ أعرف أنك تحبهم، فلماذا لا تجعلهم يذوقون طعم الحب؟ أخي المغترب، وأنت تتصل بوالديك وزوجتك وأبنائك، بث إليهم مشاعر الحب، حدثهم عن عظيم شوقك إليهم. تجنب العتاب، تجنب الكلام الجارح، لا تجمع عليهم بعد البدن والقلب، عوضهم عن بعدك بأجمل الكلمات وأجمل التحيات والمشاعر والدعوات الصالحات. اللهم ارزقنا التأسي برسول الله، واهدنا واهد أبناءنا إلى طاعتك يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث رسول الله الصادق الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أحبة الكرام، احرصوا على إخلاص العمل لله، أخلصوا عملكم لله سبحانه وتعالى، واحذروا من الشرك والرياء. فوا أسفا على عبد أجهد ليله ونهاره في العبودية بصيام وقيام وقرآن وذكر وزكاة، ثم تذهب كل هذه الأعمال هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يطهر قلبه من الشرك، ولم يطهر قلبه من الكبر، ولم يطهر قلبه من الرياء. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واعلموا أحبتي الكرام أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأعظم البوار والخسارة أن يقطع العبد صلته بربه سبحانه وتعالى فيضيع الصلاة. هذه أكبر مصيبة تصيب الإنسان، هو الذي يقطع صلته بالله سبحانه وتعالى فيضيع الصلوات. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عباد الله، أهليكم أمانة في أعناقكم، فربوهم على الخير وعلى الصلاح. أغرسوا في قلوبهم محبة الله وتعظيم أوامره ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع لسنته عليه الصلاة والسلام. ربوا بناتكم على حب الستر والحياء والعفاف والحشمة. بروا أمهاتكم وآباءكم، وصلوا أرحامكم،
تفوزوا بصلة الله لكم، وتجنبوا من عقوبة القطيعة، فربنا سبحانه يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا شباب الإسلام، أنتم الأمل بعد الله عز وجل في نهضة بلادكم وتقدمها. يفرحني حبكم للخير ومساهمتكم فيه. استقيموا على أمر الله، استقيموا أيها الشباب على طاعة الله، قووا صلتكم بالقرآن الكريم، تأسوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيعوا ولاة أمركم، ارجعوا فيما يشكل عليكم إلى العلماء الربانيين الناصحين، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وأخيرا نذكركم بصيام 6 أيام من شوال، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام 6 مع رمضان كصيام الدهر، فرمضان ب10 أشهر والست بشهرين، والحسنة ب10 أمثالها. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ال4 الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالبنا عن نهجهم وطريقتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعلو به راية الإسلام. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة تعينه على مصالح الإسلام والمسلمين، واحفظه يا مولانا في ولي عهده الأمير مولي الحسن، وفي شقيقه الأمين مولي رشيد، وفي سائر أسرته. اللهم ارحم الملكين الجليلين برحمتك الواسعة. اللهم أمطر عليهما شآبب رحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واهد أولادنا، وتولى أمرنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا من عبادك المطرودين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وأنت كريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث فارحمنا، برحمتك نستغيث فارحمنا، برحمتك نستغيث فارحمنا. فارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات على طاعتك، اللهم ارزقنا الثبات على محبتك، اللهم ارزقنا الثبات على متابعة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. والله يجزي الشباب يتعاونوا على جمعية الحصول إن شاء الله، ولهم الأجر والثواب.